والزمالك يتعادل مع بيراميدز، او بمعنى اصح بيراميدز يتعادل مع الزمالك 2-2 في اول لقاء في الدوري المصري لكل فريق بيلعبوا بعض. واعتدنا وتعودنا ان مباراة الزمالك وبيراميدز بتبقى مباراة مفتوحة، وتحس ان اي فريق من الاتنين هو مش همه يكسب قوي على قد ما يهمه يطلع مباراة حلوة. انا من الناس اللي بشوف كده بصراحة، بشوف دايما مباراة الزمالك وبيراميدز هي مباراة مفتوحة، مفيش اي كليشيه المباراة. اتعودنا ان ممكن بيراميدز يدخل في الاول يجيب جون، الزمالك يقلب النتيجة ويكسب، ولكن حصل النهاردة كلام كتير في الزمالك وبيراميدز. مباراة كانت حلوة، مباراة كان اغلب المتوقعين ليها ان بيراميدز هيكسب، بل ممكن كمان يكسب سكور بسبب فارق التيم والسكواد ما بين الفرقتين. يعني لو احنا هنتكلم عن الزمالك مثلا، بدأ بمحمد صبحي، محمد عبد الشافي على الباك شمال، محمود علاء والزناري قلب دفاع، وحمزة المسلوسي يمين، عمر جابر ورؤى والسيسي في نص الملعب، وإيشو وناصر منسي ونيمار هم في الهجوم. والحقيقة يمكن 95% تقريبا من الزمالك، اللي يكن 100%، كانوا مستغربين التشكيله تماما. اللي هو فين الناس اللي فين اللعيبه بتهاجم بنيمار وايشو لاول مره يلعب، وناصر منسي ان انت ساعات اوقات كتير سايبه بره. فكان في تغفيله كده في التشكيل. اما بيراميدز فكان الشناوي حارس مرمى، واحمد فتحي واحمد سامي وعلي جبر وكريم حافظ. وفي نص الملعب كان وليد الكارتي وعبد الله السعيد ومهند لاشين، وعلى اليمين مصطفى فتحي، وعلى الشمال ابراهيم عادل، وعبد الله السعيد في النص زي ما احنا عارفين، وفيستون مايلي وهو مهاجم سترايكر صريح لبيراميدز. بيراميدز الشوط الاول كانه بيلعب تقسيمه على نادي الزمالك، وجاب جون جميل من عن طريق عبد الله السعيد من فاول، واشتقنا للفاولات اللي بتجيبها جوان. وعبد الله السعيد جاب فاول من جون بعد غياب كبير طول الدور الثاني في الموسم السابق، بعد اصابته بالرباط الصليبي، اللي انا شخصيا توقعت ان هو كده خلاص هيعتزل. ولكن عبد الله السعيد يعود من جديد وبيحرز هدفه 123 في تاريخه، علشان عمال يعزز ارقامه بعد المئة. بيراميدز الشوط الاول عمل كل حاجه هو عاوز يعملها، ولكن باريحيه. يعني ايه باريحيه؟ يعني ما كانش فيه شراسه هجوميه قوي، مع ان بيراميدز هو المستحوذ، بيراميدز هو اللي فارض عضلاته، بيراميدز هو اللي بلعبته عمال يقسم اللعب يمين وشمال. ابراهيم عادل جبهته اللعب الكتير اكتر من مصطفى فتحي، عبد الله السعيد كان ميال اكتر لابراهيم عادل، وكان كمان اللي بيجوا من ورا لقدام زي الكارتي ومهند لاشين كان ليهم دور دور الاسد في التمريرات الكتيره والاستحواذ على الكوره. الزمالك كان بيلعب بلا حول ولا قوه. الزمالك يعني حتى التشكيله انت مش فاهم هو اوسيريو عاوز يعمل ايه. والحقيقه اوسيريو احنا هنتكلم عليه كتير النهارده، ان كان في الخناقه اللي بعد الماتش، وان كان في التغييرات. اوسيريو اللي بقى استاذ ان يجي بين الشوطين يعمل 3 4 تغييرات مره واحده، وتحس ان هو كده عاوز يقول لنا انا جامد جدا، انا حلو جدا. انا عارف ان الناس، كل اللي بيتفرج عليا عارف ان انا اهلاوي ومش عارف ايه وبعيد عن كل ده، ولكن كام مره اوسيريو بيجي بين الشوطين يعمل اكتر من تبديلين 3؟ عملها في السوق، عملها مع الاهلي، عملها في بطولة العرب الاخيرة، عملها ادي اهو، وبيعملها كتير قبل كده. كام مرة بيعمل كده اوسوريو؟ انا مش فاهم. وهل انت بتخش الماتش بتشكيل غلط، ولا انت قاصد تخلي ناس من وجهة نظرك تقيلة بره، زي مصطفى شلبي، زي نضاي، زي اوباما، زي دونجا، زي شيكابالا، زي عبد الغني؟ دي كانت ابرز الاسماء الموجودة على الدكة. طيب انت بتلاعب بيراميدز وعارف ان كده كده بيراميدز هو هيستحوذ على اللقاء وهيستحوذ على نص الملعب. ابدا بتشكيل تقيل اسد شويه، ولا اشوف خراب ملطه في الشوط الاول وبيراميدز افرض كان نازل بكل شراسه، جاب الاول في الثاني في الثالث؟ انا متاكد ان بيراميدز نهى الشوط الاول 1-0، عشان هو واثق ان الزمالك بلا اي انياب، وان الزمالك كده كده مش هيبقى له خطوره. ولكن كما قلنا من قبل، الجماهير بتفرق. الجماهير بتفرق. الشوط الثاني
الزمالك بالاربع تغييرات لما عدل اوسوريو ونزل شلبي ونزل نضاي واوباما ونزل دونجا، الاربعه نزلوا عملوا فرق شاسع كبير. يعني انت بتتكلم شلبي نزل مكان عبد الشافي، ونضاي مكان ايشو، واوباما مكان السيسي، ودونكا مكان رؤى، وطبعا نيمار رجع ورا باك شمال. وبقت خلاص بقى شلبي هيلعب في الشمال عادي، ونضاي هيلعب على اليمين، اوباما هيلعب في كصانع العاب او رقم 10 متاخر. فبقى في كوره، بقى في الناس هتعرف تمسك كوره. مصطفى شلبي عودنا وعرفنا ان هو على الجبهه الشمال هيجري هيعرف، هو سريع وبيعمل عرضيات كتيره قوي، وعنده سلاح التصويب موجود. ابراهيم نضاي الراجل ما تقدرش تقول عليه ان هو صفقه سوبر، ولكن صفقه كويسه، افريقي كويس وسط العتمه وسط الضلمه الموجوده فيها الزمالك. لا الراجل يقدر يدي، وجاب جون حلو وخطف الكوره بطريقه حلوه قوي. اوباما رغم ان اوباما مستواه مش حلو، اوباما رغم ان هو اصلا عمره ما كان هو اللي ابتدى هو اللي شايل الزمالك على اكتافه، الا ممكن موسم من المواسم اللي لعب فيها وكان هو من الهدافين بتاع الزمالك، ولكن على الاقل في لمسه جماليه، على الاقل الراجل رجليه متعوده على الجون. هو ما عملش حاجه قوي امبارح، كان المباراه برضو بيراميدز استهون شويه، الزمالك رد بجونين. دونجا جاب جون جميل قوي في اول 5 دقايق ولا 10 دقايق، خلص بيه النتيجه، ونضاي تعادل بعدها ب5 دقايق على طول، قصدي جاب الجون التاني على طول. ولكن نضاي كان جايب جون حلو قوي، دونجا انا اسف جايب جون تصويبه حلو قوي. وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه. اللعيبه دي انت بتلعب فريق تقيل وسكواد تقيل، وهنيجي على بيراميدز كده كده، ولكن انت ليه بتسيب الظروف هي اللي تسوقك؟ ليه انت ما تسوقش الظروف؟ ليه انت ما تسوقش الماتش؟ يا عم انت سكوادك ضعيف، انت سكوادك ضعيف، بيراميدز اقوى منك. يبقى انا اخش العب المباراه بتشكيله قويه، اسد قدام بيراميدز، العب دفاع منطقه مثلا على الهجمات المرتده، ولا اسيب الماتش بيراميدز يعمل هو عاوزه؟ طب افرض بيراميدز كان موفق في بعض الفرص اللي جات له في الشوط الاول، كان الشوط الاول يخلص 2-3 مرتاح. قول لي بقى ايه التغييرات اللي انت كنت ممكن تعملها بين الشوطين تعدل الماتش؟ انت خطفت جونين في اول 10 دقايق في الشوط الثاني، تمام. طب عملت ايه بعدها بشويه في الدقيقه 70؟ نزلت شيكابالا. طب انت باي منطق انت متقدم على بيراميدز وانت الضعيف وانت اللي بتدافع، تقوم تنزل شيكابالا اللي عنده 39 سنه عشان يعمل لك هجمه مرتده؟ طب باي منطق نفس الكلام، يعني باي منطق انت بتنزل؟ يعني برضو حصل الكلام ده في البطوله العربيه، وانا انتقدت مش فاكر انهي ماتش، الشباب ولا ايه، انا مش فاكر والله. ولكن باي منطق انت بتلعب هجمات مرتده فتنزل واحد هو بطيء؟ هتقول لي اصل شيكابالا خبره، اصل شيكابالا رجليه حلوه، اصل ممكن يديك عرضيه، ممكن يا باشا، ما هو انت بتدافع اصلا، هيديك عرضيه لمين؟ ما هو انت بتدافع، ده انت بتهاجم ب2 بس ولا ب3 طول الشوط الثاني بعد ما جبت الجونين، و2-3 متباعدين. طب شلبي ماشي، هقول لك شلبي سريع ممكن يعمل سبرنت قوي، نضاي مش سريع قوي ولكن هيفرق في الكوره. لكن شيكابالا هيعمل ايه؟ شيكابالا هيبقى عاوز ياخد الكوره يستلمها، يحاول يلم اللي هيجي عليه، ثم يبدأ يشوف هيرفعها الناحية التانية ولا هيعمل ثرو بينية من ورا المدافع ولا. يعني انت بتتكلم في لاعب هيفكر هو هيعمل ايه. ليه هيفكر هو يعمل ايه؟ لان هو مش سريع، وكمان هو المفترض ان هو المهاري. فهو المهاري او هو صاحب اللقطة الشو اللي هو هيوصل لواحد الجون، محتاجة وقت ومحتاجة تركيز، وانت بتتابع هجمات مرتدة. يعني انت بتتكلم ان شيكابالا لو خد الكوره هتلاقي واحد بس اللي قدام بيحاول يجري فيها، سواء بقى نضاي او ناصر منسي، قصدي سواء نضاي او شلبي، فانت بوظت كل حاجه. ده اللي انا بتكلم فيه. اوسوريو انا مش عارف اقيمه هل هو مدرب كويس ولا مش كويس، لكن كون التكرار ان انا كل مره انزل بتشكيل غلط او انا اللي قاصده ان هو يبقى كده، واجي بين الشوطين اعمل 4 تغييرات 3 تغييرات واخلي الفريق يتحسن. طب ما هو انت في ماتشات الشوط الاول مش هتلحق تلم اللي حصل فيه. معلش انت بيراميدز النهارده احنا هنتكلم كلام كبير. انت بيراميدز النهارده التشكيله دي تشكيله تنافس على الدوري،
عنده دكه احتياطي. يعني بقول لك مصطفى الكارتي ومش عارف عبد الله السعيد ومصطفى فتحي وعايز وليد الكارتي ومهند لاشين وابراهيم عادل. فين الاحتياطي يا باشا؟ الاحتياطي بنتكلم على محمود مرعي، بلاتي توري، فخري لقاي، رمضان صبحي، سيف جعفر ويوسف نبيه، محمد حمدي الباك الشمال، دودو الجباس. انت بتتكلم في دكه احتياطي مش موجوده اصلا في الاساسيين عند الزمالك. فانت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في ايه؟ انت كواحد كبيراميدز دلوقتي يعني معاك التشكيله دي كلها، ايه اللي يخليك تتهاون؟ ايه اللي يخليك توقع نقط على الفاضي اصلا من اول مباراه؟ ماتش الزمالك كان ماتش مضمون ليك، انت لعبته باريحيه، دي مشكلتك انت. انت لعبته وانت واثق 100% انك هتكسب، دي مشكلتك انت. انت شايف نفسك انك هتكسب باي طريقه. طب تعالى يا عم الحاج، انزل تعالى على ارض الواقع. الزمالك باسوأ اسكواد ليه اتعادل معاك، بل انت اللي اتعادلت معاه مش هو. ملناش دعوه بقى انت كنت احسن، هو كان اوحش، هو كان احسن. انت بتشكيلتك دي انت مطالب انك تنزل تكسب اي فريق تلعبه. تعاصلك شويه قدام الزمالك مقبول، لكن مش بالمستوى ده. فيوتشر يرخم عليك ماشي، المصري يعمل جيم شويه عليك هنقول ماشي، الاهلي يكسبك تتعادل معاه تحاول تكسبه، دي كده تقول ان انت ممكن تكسب الاهلي كمان. ولكن الفرق شويه اشعارات وقصدي اشعارات، والجمهور بدأ يشجع شويه في شويه في شويه. بكل سهوله جدا الزمالك رجع بأسوأ سكواد ليه، اتعادل وجاب التاني، ولولا وسوريو وتغييراته الغريبه كان ممكن الزمالك يكون مستواه احسن من كده. بتتكلم ان زيزو عشان انذارات موقوف، بتتكلم عشان احمد فتوح نفس الكلام، ولكن الفكره تشكيله اساسيه واحتياطيه للمعلم بيراميدز باتشيكو، ولكن معرفش يعمل حاجه. وهي دي مشكله الانديه صاحبه الفلوس، يا اما تبقى زي باريس سان جيرمان يا اما تبقى زي مانشستر سيتي. باريس سان جيرمان كل سنه يجيب لك صفقات بالهبل، بال 200 مليون و 300 مليون. مانشستر سيتي ممكن يجيب لك صفقات كتير او 100 مليون و150 مليون، بس يجيب نص صفقات مانشستر سيتي اصلا مش عليها دوشه ومش عليها خناقه ومش عليها فرق عاوزاها وخلاص بالفلوس. لا يعني معلش، دي بروين ما خلصها بالفلوس، لكن ما كانش حد اصلا مستثمر في دي بروين خالص. وولكر نفس الكلام، ستونز نفس الكلام، روبن دياز نفس الكلام، رياض محرز نفس الكلام. هو جريليتش كان ارسنال بيتكلم عليه ومش عارف مين تاني وخدوا 100 مليون. اكيد مش عارف 40 مليون لما جه من سنتين ثلاثه. فانت بتتكلم ان مانشستر سيتي بيصرف فلوس كتير ولكن على صفقات ممكن اصلا ما تبقاش عليها ضجه ولا معروفه. لكن باريس سان جيرمان هات نيمار، هات مبابي، هات ميسي، هات راموس، هات حكيمي، هات مش عارف دوناروما، هات كذا هات كذا هات كذا. المحصل انك بتاخد دوري لكن مش عارف تعمل حاجه في دوري ابطال اوروبا، مفيش شخصيه. لكن في مدرب كويس زي جوارديولا من اساطير التدريب على مستوى تاريخ الكوره، مش على مستوى 20 سنه بس. بتتكلم في سيستم محطوط وفي فلوس عارفه هي بتتصرف فين وجايه فين وجايه منين، فعمل كده. فانت كبيراميدز عندك صورتين، باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، انت عاوز تبقى انهي؟ انت اللي تجاوب مش احنا اللي نجاوب. زي فيوتشر من اول سنه عمل ضجه، جاب لعيبه مش سوبر ولكن عمل بيهم ضجه. انا بالنسبه لي كان سنه اولى فيوتشر احسن من بيراميدز. ليه؟ بيراميدز عامل شو. الاهلي عاوز يجيب مين ده؟ طب هاته. الزمالك عاوز مين ده؟ طب هاته. طب جبت منتخبين مش منتخب واحد فريق، عملت ايه؟ ولا حاجه. لكن فيوتشر عمل وبيخش وبيرخم. فالفكرة انت مستثمر فلوس في فريق علشان ينافس على البطولات ولا عشان يرخم على الاهلي والزمالك؟ دي الفكرة. الفترة دي التوقع ان بيراميدز هيحل محل الزمالك لو الزمالك ما لحقش نفسه وهو ينافس الاهلي. ولكن هل انت هتستغل كبيراميدز الفرصة دي ولا هتقعد تتلكع زي ما انت عملت امبارح في الماتش قدام الزمالك؟ دي كانت وجهة نظري في المباراة. اتمنى اكون وصلت وجهة نظري بطريقة كويسة، واتمنى تكون وصلت لك وجهة نظري ان انا عاوز اتكلم في نقط معينة مهمة.
الخناقه اللي حصلت في اخر الماتش، وشيكابالا شتم الشناوي وسوري ومش عارف راح، تحس ان هو كان راح يعض بتاع بيراميدز، مش عارف مين. كلام اهبل، كلام اطفال. هو اوسوريو واضح ان هو من المدربين، هو بيتنشئ بسرعه وبيتنافس بسرعه وبيحب يعلق على اي حاجه حتى لو بره الماتش او ملهاش علاقه بالماتش. فانا مستغرب من رد فعله قوي. ويعني انا مش قصدي حاجه، ولكن انت مدرب اجنبي ومش عارف لغه اصلا اغلب اصلا العرب الموجوده، وفي ناس بتتكلم مع ناس وتتكلم مع ناس. انت ما تخشش في نفسك وتحط نفسك في صوره زي دي، انت ماشي فيها. دي الفكره. ده ياكل في ده، ده يشتم في ده، انت مش فاهم حاجه. فانت يا تخش تقول كلمه كلمه طيبه زي ما بيقولوا، يا اما انت ما تلوكش نفسك في حاجه، انت بتعك في نفسك. يعني الصوره مش عارف الصوره هعرف اجيبها ولا لا في البرومو في الاول خالص، ولكن الصوره مضحكه، تحس ان هو راح يعض كده مش عارف مين بتاع بيراميدز، وباتشيكو ماسكه الناحيه الثانيه، كان لقطه مضحكه. وانا عشان مش عارف ايه الخناقه اللي حصلت بعد الماتش مش هتكلم عليها كتير، ولا عاوز اعرفها بيني وبينكم، ان احنا خلاص الدوري المصري بدأ، فيبدأ بقى اللت والعجن بقى والشتايم ومش عارف مين قال ايه وده قال ايه وده شتمني وده اضطهدني وده عمل ايه. فخير الكلام ما قل ودل. طولت عليكم انا اسف، ولكن لو وصلت لهنا لحد هنا في الفيديو اتمنى اللايك والشير والاشتراك في القناه لو ما ضايقش سعادتك يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.